من كان يحفظ هذا الحديث ويعمل به فهذه لا شك من التوفيق والنعمة، ومن كان لا يحفظه أو لا يعمل به من الليلة يبدأ يحفظه، وغدا الصباح يأتي به في المساء، ويكون من الغد يدخل في وظيفته اليومية في ذكره لربه في الصباح والمساء. ويعينك على ذلك أن تستذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الذي يدعو بهذا الدعاء حصن نفسه من كل الجهات.